هاد التشنجات ماشي بالمصلحه ديال المصلحه العامه، بعدا ماشي المصلحه ديال الساكنه، ماشي المصلحه ديال الى جينا ديك الاعتبارات الخاويه وكذا. انا كرئيس مجلس العماله في اقوى سبريت في الجماعه عندكم متعلقة باقتناء شاحنة الجمع ونقل النفايات المنزلية لفائدة جماعة خط الغربية بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وتطوير عمل الجماعة في مجال تدبير النفايات المنزلية، والتي تأتي في إطار الصوره مهرجان كيفاش بان اول قبل كل شيء بان هذه تقع. فعلا اليوم كانت الدورة استثنائية بكل صراحة. واحد المنعطف جديد وفي إطار واحد العدد ديال الاتفاقيات اللي كانوا عندنا في جدول الأعمال، ثم الفائض اللي كان عندنا ديال السنة الماضية. أول قبل كل شيء في هذه النقطة ديال جدول الأعمال كانت واحد النقطة مهمة، هي ديال التحويل من الميزانية ديال 2026، خصوصا باش لإتمام ديك الاتفاقيات اللي اتفقنا عليها، خصوصا كان هناك اتفاقيات فيما يخص المجال العالم القروي، ثم الاتفاقية المهمة اللي عندنا مع وكالة المياه الأقاليم الشمالية فيما يخص النقل المدرسي. ولهذا واحد المجموعة ديال النقط اللي كانوا مهمين. داكشي لأن واحد الحاجة شحال واحد اللي غيتسائل غيقول لك اودي راه ما باقيش حتى شهر كامل غادي تكون الدورة العادية، ولكن هذه الدورة هذه جات استثنائية لأن عندها خصوصيات ديالها. يعني إلا جينا غنتسناو بأن حتى شهر 6 مور شهر 6 لان كتاخذ الاجراءات باش لان غادي تنفذ ديك الاتفاقيات، غنكون دخلنا في الصيف وحنا كامل بين هذيك الاتفاقيات اللي عندنا مع الجامعه ديال الحد الغربيه واقوى سبريش فيما يخص داكشي ديال النظافه. ان الاشكال اللي عندنا هو كيخلق لنا في الصيف، في ديك الموسم ديال الصيف، خصوصا انتم كتعرفوا الاكتظاظ اللي كيكون في الشواطئ ديال بين ازيلا وبين طنجه. وهنا كان اشكال ديال النظافه وديك الشاحنه اللي كانت عند الحد الغربيه بان في عطب. ما قلنا لقينا بان باش غادي نعملوا واحد اتفاقيات شراكه وواحد باش ادق الانفس باش قنعناهم بعدا باش غادي نعملوا ديك اتفاقيات شراكه. لان الله يحسن عور، لان رؤساء الجماعات والاعضاء ديال الجماعات القرويه كيقول لك اودي واحد الحاجه، حنا عندنا اولويات، عندنا الطرقان، عندنا كذا، عندنا المسائل. هذا الشيء ديال النظافه كيجي لهم حاله استثنائيه بالنسبه لهم، ولكن حنا لا، لان الواجهه ديال المغرب بعدا، خصوصا بان البحر الابيض المتوسط المحيط الاطلسي راه الواجهه ديال المغرب، خصوصا بان واحد العدد ديال السياح الداخليين ولا الجاليه المغربيه. قلنا بان المساله ديال النظافه عندها اولويات، خصوصا بان اذا جينا غنشوفوا داك الشيء ديال فتح المسالك والطرقان في العالم القروي عندنا الخصص فعلا، ولكن كيخص ميزانيات كبيره اللي خص في هذا الشيء. هذا البارح كان عندنا اللقاء مع وزاره الماليه وكذا فيما يخص داك الشيء ديال المجلس الاداري ديال وكاله الاقاليم الشماليه، وطرحنا واحد العدد ديال المشاكل اللي عندنا في العالم القروي على صعيد هاد الاقاليم المشكله، المجلس الاداري ديال وكاله الاقاليم الشماليه. ثم هناك واحد العدد ديال الاتفاقيات اللي ضربناهم فيما يخص فتح المسالك في العالم القروي، الى جانب هاد الاناره العموميه اللي عندنا فيها اشكال. الطريق ديال الرباط بان كتجبرها في الصيف كامله بالطفيه، واخا بغير الصيف، لان كاين اشكال ديال الاخر. وكنا بدنا نشريو في اطار اتفاقيه مع حجره النحال مع قوس بريش، غادي نشريو واحد لاناسيت اللي باش غادي يبقاو يصلحوا ديك الاناره العموميه. ثم النقل المدرسي، وما ادراك ما النقل المدرسي، لان عندنا واحد التحدي كبير، تحدي وهو شركه يلاه بدات في شهر 9 ان شاء الله هذه السنه هذه. فعلا بان كاين مسائل جد ايجابيه، ولكن مازال هناك المزيد، لان اسطول قديم، اسطول متهالي. كاين شي سيارات عطاتو من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه السنه الماضيه عطاونا 5، هذه السنه هذه غادي يعطيو لنا 7، وعملنا اتفاقيه ديال 5 دابا مع وكاله مياه اقاليم الشمال ومع الشركه ومع مجلس العماله. غادي نشريو واحد 5 في القريب العاجل ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا غدوز غير الاجراءات القانونيه والتحويلات اللي غادي نعملوا. ثم هناك واحد اتفاقيه شراكه عندنا مع كزد الناير، راه كنا دوزناها في الدورات السابقه فيما يخص حتى كزد الناير، غندخلوها معنا في هذا النقل المدرسي. باش غادي نشريو واحد 12 شاحنه ان شاء الله الرحمن، 3 السياره عفوا ديال النقل المدرسي. المهم السنه جد متفائل بكل صراحه. السنه المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون فيما يخص النقل المدرسي غادي نعطيو له الاولويات. انا المتمنيات ديالي والطموح ديالي كنقول بان ان شاء الله الرحمن الرحيم ما غنساليو هاد الفتره ديال الانتدابيه ديال مجلس العماله، حتى نكونوا واحد الحاجه ممكن بان غادي نعملوا حتى البنات اللي كيمشيو مرافقات في النقل المدرسي. هذا هو الهاجس اللي كنخدموا عليه، ولكن كيبقى دائما العين بصيره واليد قصيره. ان شاء الله الرحمن الرحيم كنتمناو الخير ونجبروا الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم.